فبالتالي جبت حجر جديد وغيرته. هو هتلاقي مثلا وصلة صغيرة خالص كده هتفصلها، ومن ورا فيها سلكتين، سلكة سوداء وسلكة حمراء. الاحمر ده موجب والاسود ده سالب. الاحمر هتحطه على الحجر من قدام، هتلاقي في كل نهاية كل سلك هتلاقي في حتة حديدة كده، هتخلعها بس بصعوبة شوية من الحجر القديم لانها ملحومة فيه الحام. وبعد كده هتحطها على الحجر من فوق اللي هي اللون الاحمر، هتحطه من فوق اللي هي الشريحه بتاعته، ومن تحت هتحط اللون الاسود. بعد كده انا غلفتهم بسوليتيب، اولا عشان يمسك الطرفين في الحجر يبقوا ثابتين لان انا مش هعرف الحمها زي ما كانت ملحومه. ثانيا عشان يعزل الحجر ما يلمس مع الحديد اللي هو تحتيه لان مكانه في حديد تحته. ورحت موصل تاني واشتغلت. بعد ما وصلت الحجر وشغلت اللاب، ما عملش الفكره ان هو يطفي وولع يطفي وولع دي ورا بعض على طول، اشتغل على طول. بيجيب لي صفحه الوقت والتاريخ طبعا لان البايوس بيجي ديفولت خالص، رجع كانه جديد خالص، ما فيش الاعدادات اللي انا كنت عاملها. فرحت ظابط الوقت والتاريخ من جديد، وبعد ما ظبطته وخلصت اشتغل اللاب عادي تمام. وبعد كده طفيت اللاب وشغلته تاني، اشتغل الحمد لله تمام. تخلي بالك في المشكله دي لو حصلت معاك، وخصوصا في لابات ديل او الموديل ده بالتحديدا يعني 5567 اللي هو رقم اللاب ده بتاعي او الموديل بتاعه. فهتخلي بالك لو حصلت معاك المشكله دي، خلي بالك من موضوع الحجر. ممكن يكون الحجر خلصان لان حجر الساعه او اللي بيحافظ على الوقت والتاريخ في البايوس طلع داخل في دايره التشغيل، ليه وظيفه في دايره التشغيل يحافظ فيها عشان ما تتوهش وتلف حوالين نفسك زي ما انا عملت. فخلي بالك من الحاجه دي، ومن خصوصا في اللاب ده. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، والشير مع اصحابك عشان الكل يستفيد.